من حارس كان يعيش فترة سيئة في الزمالك وكان يجلس على مقاعد البدلاء إلى حارس مصر الأول في بطولة أفريقيا 2021، واحدة من أفضل الأداءات الفردية في تاريخ مصر لحارس مرمى في كأس أفريقيا. أبو جبل كان عظيم في البطولة دي. أبو جبل بدأ بطولة أفريقيا على مقاعد البدلاء في وجود محمد الشناوي الحارس الأساسي، حيث غاب حارس الزمالك عن المباريات الثلاث في دور المجموعات. وخاض محمد أبو جبل 4 مباريات في كأس أفريقيا، ودخل بديل أمام كوت ديفوار، وشارك بشكل أساسي ضد المغرب والكاميرون والسنغال على الترتيب بواقع 368 دقيقة لعب وبمعدل 92 دقيقة في المباراة الواحدة. تلقى جابكسي هدف واحد في بطولة كأس أفريقيا كان قدام المغرب، ومن ركلة جزاء سددها سفيان بوفال في الدور ربع النهائي. محمد أبو جبل عمل 15 تصدي طوال البطولة، منها 11 تسديدة من داخل منطقة الجزاء و4 تصويبات من خارج منطقة الجزاء بمعدل 3.8 تصديا في المباراة الواحدة، وبنسبة نجاح بلغت 94% من إجمالي التسديدات. وتصدى محمد أبو جبل ل4 ركلات جزاء من علامة الجزاء، منها 3 ركلات ترجيحية وواحدة جزائية خلال المباراة. أنا عايز أقول لك إن محمد أبو جبل في البطولة دي، لو أنت بتفكر تبص لنموذج حارس المرمى المتكامل، كان هو محمد أبو جبل. محمد أبو جبل كان يستحق أفضل حارس في البطولة، ولكن طبعا ادوله أفضل لاعب في مباراة مصر والسنغال، على العلم أنه كان يستحق أفضل حارس في البطولة كاملة، ولكن اللجنة المنظمة ظلمته في الوقت ده وادت إدوارد مندي حارس السنغال أفضل حارس في البطولة، وكان الأحق بها محمد أبو جبل جابكسي. ما تنساش تعمل اللايك والفولو عشان يوصلك كل جديد. بشكركم.